كروس. سأحسم مستقبلي خلال الشهرين المقبلين. قام توني كروس نجم نادي ريال مدريد بالحديث عن مستقبله من جديد مع الفريق الملكي. كروس ينتهي عقده مع نادي ريال مدريد مع نهاية هذا الموسم، حيث لم يتم توقيع عقد جديد بين الطرفين، وتشير الأنباء أن كروس سوف يجدد عقده مع ريال مدريد أو قد يعتزل كرة القدم بعد نهاية بطولة اليورو. وعاد كروس مؤخرا من الاعتزال دوليا، والذي استمر لمدة قاربة العامين بالفعل، ليلعب مع منتخب ألمانيا، وساهم كروس في فوز ألمانيا على فرنسا ودي بهدفين دون رد يوم السبت الماضي. وأكد كروس في تصريحات نقلها الموثوق فابريزيو رومانو أنه سوف يحسم مستقبله خلال الشهر أو الشهرين المقبلين، وسوف يستقر على قرار خلالهم. وقال كروس: سأقرر مستقبلي خلال شهر أو شهرين ثم سنرى. وأفاد رومانو أن ريال مدريد يسعى بكل ما أوتي من قوة من أجل استمرار كروس. وعن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان واقترابه من ريال مدريد، أتم كروس: نريد دائما أن يكون أفضل اللاعبين في ريال مدريد وهو واحد منهم، لكنني لا أعرف قراره. بكاء هستيري لفينيسيوس جونيور في مؤتمر صحفي بسبب العنصرية. انهمر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد في البكاء خلال حديثه عن الأحداث العنصرية التي يتعرض لها في مباريات فريقه بالدوري الإسباني أسبوعيا. ويشهد يوم غد الثلاثاء ملعب سانتياغو برنابيو مواجهة تاريخية بين إسبانيا والبرازيل ودية في إطار استعدادات المنتخبين لكأس الأمم الأوروبية وبطولة كوبا أمريكا. وشاهدت الأشهر الماضية حالة من التوتر في المجتمع الإسباني على خلفية الهتافات العنصرية التي يتعرض لها فينيسيوس جونيور خلال مباريات ريال مدريد، خاصة خارج قواعده. وأصدر ريال مدريد والاتحاد الإسباني بالإضافة لرابطة الليغا سلسلة من البيانات المناهضة لما يحدث ضد فينيسيوس جونيور بكونه بات ضحية للعنصرية في الملاعب الإسبانية دائما. وقال فينيسيوس جونيور في المؤتمر الصحفي لمواجهة إسبانيا والبرازيل غدا: إنه لأمر محزن للغاية ما يحدث لي هنا كل يوم، وليس فقط بالنسبة لي ولكن لجميع السود الذين يعيشون هنا. وأضاف: أنا هنا للدفاع عن قضية العنصرية حتى لا يعاني الآخرون من هذه الهتافات. وواصلة: أريد أن أشكر كل من يدعمنا في هذه المعركة. اللاعبون في إسبانيا يساعدونني كثيرا. يمكن للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا أن يفعلا المزيد. وتابع النجم البرازيلي قائلا: الشيء الأكثر إحباطا هو عدم وجود عقاب. أريد أن أعمل على ضمان أن تكون العنصرية أقل وأن تكون هناك معاملة متساوية. وأوضح منهمرا في البكاء: كان والدي دائما يواجه صعوبة في العمل بينه وبين شخص أبيض، كانوا دائما يختارون الشخص الأبيض. وأتم قائلا: كل شكوى أقدمها تبدو أسوأ. أنا لا أقاتل مشجعي إسبانيا، أنا أحارب العنصرية في العالم. أخطط دائما لمساعدة جميع المنظمات في مكافحة العنصرية. في إسبانيا يحاولون مساعدتي، لكن الأمر معقد لأن العنصرية ليست جريمة. هالاند يرغب في اللعب لريال مدريد رغم اقتراب مبابي. كانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق أن نادي ريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات اللاعب النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة. وارتبط هالاند بشكل كبير بالانتقال إلى ريال مدريد قبل انضمامه إلى السيتيزنز، لكنه اختار اللعب تحت إشراف بيب غوارديولا. ومن الممكن أن يغادر هالاند مانشستر سيتي هذا الصيف بسبب وجود شرط جزائي في عقده. ووفقا لآس فقد ترك هالاند الأخبار التي تفيد بأن كيليان مبابي يغادر باريس سان جيرمان، وحقيقة أنه من المحتمل أن يوقع مع ريال مدريد تؤثر عليه، وذلك لأن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما كان يأمل في اللعب مع لوس بلانكوس في المستقبل المنظور، ويهدف إلى الانتقال في عام 2025 بعد 3 مواسم في السيتي. على هذا النحو ألقى رحيل مبابي بظلاله على مستقبل هالاند، على الرغم من أن النرويجي لا يزال يحلم بارتداء قميص الملكي. وينتهي عقد هالاند في عام 2026، وبينما يحاول مانشستر سيتي تسريع عملية تجديده، تعتقد رافائيلا بيمينتا وكيلة أعماله أنه يجب عليه الاحتفاظ بشرط الجزاء ساري المفعول، والذي سيسمح له بالتوقيع مع ريال مدريد. ويجادل التقرير أيضا بأن احتمالية لعب مبابي وهالاند في مدريد تعتمد بشكل أكبر على قيود الميزانية أكثر من طموح النرويجي. أنشيلوتي يرفض رحيل نجم ريال مدريد، يصر على استمراره. كان خوسيلو أحد رهانات ريال مدريد المفاجئة في الصيف الماضي،
عندما قرر النادي الإسباني ضمه كبديل مؤقت لكريم بنزيما الذي غادر وانتقل للاتحاد. وشكك الكثيرون في خوسيلو على الرغم من قدومه بعد موسم رائع مع فريق إسبانيول في الدوري الإسباني، ولكن مع اقترابنا من المرحلة الأخيرة من الموسم الحالي أسكت خوسيلو الجميع بأدائه في ريال مدريد. وشارك نجم هانوفر السابق في 16 هدفا في 38 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم، وهو أمر مثير للإعجاب نظرا لحقيقة أنه لم يشارك أساسيا في كل مباراة. ووفقا لصحيفة ذا أثليتيك البريطانية صباح اليوم الاثنين، فإن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سعيد بالطريقة التي ظهر بها خوسيلو هذا الموسم، وأشارت إلى أن كارلو أنشيلوتي إبدى إعجابه بالطريقة التي تكيف بها خوسيلو مع الظروف في ريال مدريد. ويضيف تقرير أثليتيك أن ريال مدريد سيبدأ التعامل مع التعاقد مع خوسيلو بصفة نهائية اعتبارا من أبريل فصاعدا، وسيبدأ كل من ريال مدريد وخوسيلو المفاوضات في ذلك الوقت مع التوقعات العامة بأن المهاجم سيبقى في سانتياغو برنابيو في لوس بلانكوس، وسجل العديد من الأهداف الرئيسية منذ وصوله إلى سانتياغو برنابيو في عام 2019. ومنذ ذلك الحين شارك رودريغو في 106 مباراة مع متصدر الدوري الإسباني، وسجل 50 هدفا وصنع 40 آخرين. في حين أن تأثيره يتضاءل مقارنة بتأثير فونيكوس جونيور، فإن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما يعد عنصرا رئيسيا في قائمة كارلو أنشيلوتي. كما أن البرازيلي قادر على اللعب في أي مكان على طول الخط الأمامي، ويضيف رودريغو عنصرا من كرة القدم الشاملة على الأقل فيما يتعلق بمسؤوليات الهجوم. يفتقر مانشستر يونايتد إلى لاعب واسع يمكن الاعتماد عليه بعد صراعات جادون سانشو وأنتوني، كما لم يكن أمادي ديالو موثوقا بما فيه الكفاية، بينما قد يكون فاكوندو بيلستري في طريقه للرحيل. من المؤكد أن إيريك تين هاج يمكنه التعامل مع لاعب يتمتع بمواهب رودريغو وهو يسعى للبناء في مانشستر يونايتد. لأول مرة مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان قبل اليورو. تحدث لأول مرة كيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان عن مستقبله بشكل واضح، معلنا مغادرة الفريق الباريسي في نهاية عقده. ويستعد مبابي للمشاركة رفقة المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في شهر يونيو المقبل. ويحق لمبابي منذ شهر يناير الماضي التوقيع لأي فريق في صفقة انتقال حر، خاصة أنه دخل الفترة الحرة في عقده بحسب قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وحدث اتفاق بين مبابي وريال مدريد بعد مفاوضات طويلة جمعت بين فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني وفايزة العماري والدة النجم الفرنسي. وقال كيليان مبابي بشأن مستقبله في تصريحات لشبكة تيلي فوت الفرنسية: